أزمة أشرف حكيمي وزوجته. بدأت القصة بين أشرف حكيمي وزوجته عندما أصدر المدعي العام في فرنسا اتهاما رسميا ضد أشرف حكيمي في فبراير 2023 بعد تلقيه شكوى اغتصاب من قبل فتاة تبلغ من العمر 24 عاما. وادعت الفتاة وقتها أن أشرف حكيمي دعاها لمنزله قبل أن يحاول الاعتداء عليها واغتصابها، وفق روايتها التي تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام. وحرص الدولي المغربي أشرف حكيمي على التزام الصمت بعد الواقعة، دون رد إعلاميا أو صحفيا على أي اتهام وجه إليه. أزمة بين أشرف حكيمي وزوجته ولجوء للطلاق. اتهام أشرف حكيمي في قضية الاغتصاب واستدعائه للتحقيق من جانب النيابة الفرنسية فتح الباب على مصراعيه من أجل نشوب أزمة كبيرة بين الدولي المغربي وزوجته هبة عبوك، التي وصلت إلى الانفصال، خاصة بعد دعم الممثلة الإسبانية للضحية صاحبة القضية. أشرف حكيمي وزوجته السابقة. وظهرت الممثلة الإسبانية هبة عبوك في تصريحات صحفية بعد صمتها لمدة شهر تقريبا، وقالت إنها ستقف إلى جانب الضحية، مؤكدة بأنها احتاجت إلى بعض الوقت لاستيعاب القصة بعد صدمتها. وبالفعل، يبدو أنها اقتنعت بما قدمته الفتاة لام المدعية العامة، وصدقت أن زوجها المغربي أشرف حكيمي فعل ذلك، فطلبت الطلاق منه قبل أن ينفصل بشكل رسمي. أزمة جديدة بعد الانفصال. ورغم انفصال أشرف حكيمي عن الممثلة الإسبانية هبة عبوك، إلا أن الأزمات تواصلت بينهما، خاصة بعد لجوئها للقضاء للحصول على نصف ثروة زوجها السابق بعد الطلاق. وبعد الطلاق، أكدت مجلة فيرست ماغ الفرنسية بأن عارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك ذهبت للمحكمة في فرنسا للمطالبة بنصف ممتلكات أشرف حكيمي، لكنها تفاجأت لأنها وجدت كل أملاكه باسم والدة أشرف حكيمي. حقيقة حصول هبة عبوك على نصف ثروة أشرف حكيمي. التقارير الصحفية أكدت أن القضاء الفرنسي فاجئ الممثلة ذات الأصول العربية بأن أملاك أشرف حكيمي ليست تحت تصرفه ليتم منحها نصف الثروة، وأن جميع أملاكه وأمواله وضعت في حساب والدته منذ تألقه في الملاعب.